هلو يا حلوين، تعالوا معايا وانا بعمل ليزر وتنظيف بشرة في عيادة بلو كير. العنوان مصطفى كامل على الترام، برج الاشراف، برج رقم 4، الدور التاني. عايزه اقول لكم ان انا جايبه لكم من عندهم عروض تحفه. بكره عندهم البلاك فرايداي، لازم كلكم تروحوا وتتبسطوا وتحجزوا معاهم حتى لو مش هتعملوا في نفس اليوم بكره، علشان تتبسطوا بالعروض الفظيعه اللي انا جايبها لكم النهارده. اول حاجه جربتها وهي كانت الليزر عندهم مختلف عن اي عياده تانية هتجربيها. باختصار لان هم عندهم جهاز الليزر مانتس. الجهاز ده بيشتغل ب3 اشعاعات في البلس الواحده. انتوا متخيلين؟ يعني ده بيخلي النتيجه اسرع، وكمان بيعمل تبريد عالي جدا، فده مش بيسبب اي حروق. ده غير ان هو مناسب لجميع درجات البشره وجميع الشعر، انواع الشعر الوبري والسميك. وعايزه اقول لكم ان انتوا مش بتحسوا خالص بالم فيه، لان التبريد فيه عالي جدا. فانا اتبسطت جدا وما حسيتش باي الم. مش بس كده، العروض بتاعه الليزر هتكون كل 4 جلسات عليها 4 جلسات فري. شايفين العروض حلوه ازاي؟ يعني لو انت عايزه تعملي ليزر على طول لازم تروحي بلو كير وتحجزي معاهم. تعالوا بقى يلا نتفرج على العياده وكمان نعمل تنظيف البشره اللي بجد جربته عندهم، مختلف عن اي تنظيف بشره عملته قبل كده. واكتر حاجه يا جماعه حلوه عندهم ان جميع الجلسات في العياده باحدث الاجهزه وبواسطه اطباء متخصصين. ودي حاجه مهمه جدا، ان انت اللي يكون بيعمل لك الحاجات بتاعتك يكون دكاتره متخصصين، مش اي حد وخلاص. ويلا بينا نعمل تنظيف بشره. اول حاجه شلنا الميك اب طبعا كله كله كله، يلا بينا. وبعد كده بدأنا ان احنا نحط فوطة سخنة كده على بشرتي علشان بقى المسام والحاجات الحلوة دي. وبعد كده هنبدأ دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، نفتح المسام. عايزه اقول لكم ان بجد بيفرق جدا وانتي بتعملي تنظيف البشرة ان اللي يكون بيعمل لك تنظيف البشرة دكتورة، مش حد وخلاص. فاحب اقول لكم واطمنكم ان الجلسات عندهم كلها زي ما قلت لكم بتكون دكاترة متخصصين. واكتر حاجة عجبتني كمان العروض اللي هم عاملينها، خصومات يا جماعة بكرة هتكون على جميع الخدمات اكتر من 50%. انتوا متخيلين؟ طبعا هنتفرج مع بعض دلوقتي على احلى تنظيف بشرة عملته في حياتي. دي كانت جلسة اسمها جلوينج. عايز اقول لكم انا طلعت منها فظيعة جدا. نهاية الجلسة هتشوفوها في الفيديو، وشي ينور بطريقة مش طبيعية. عايزه اقول لكم اتبسطت جدا مع دكتورة سمر. بجد بجد تنظيف البشره عندها مختلف. تعالوا بقى اقول لكم العروض كمان اللي عندهم بكره. هيكون يا جماعه عندهم خصومات زي ما قلت لكم اكتر من 50%. وكمان هتاخدي على كل الجلسات افتر كير بعد جلسات الديرما والبشره، كل ده فري وكلها منتجات مصريه. ودي حاجه مهمه جدا عشان نشجع المنتج المصري. عندهم كمان الكشف ديرما سكوب فري، وكمان عندهم جلسات تنظيف بشره فري بكره. يعني هيكون في سحب وهيكون في عروض وهيكون في حاجات حلوه جدا. طبعا انتوا عارفين الخطوه دي قد ايه مؤلمه، بس بجد بتنظف المناخير. كان عندي مشكله في الدهون في المناخير والرؤوس السوداء كتير جدا جدا جدا. نورت. بصوا مناخيري دي الجنب ده اتعمل وده ما اتعملش. بعد كده كان ماسك بقى لطمي. عايزه اقول لكم بجد بشرتي كانت فرحانه بيا جدا علشان عملت لها كل الحاجات اللي هي محتاجاها. زي ما قلت لكم كمان جلسات تنظيف البشره عندهم مختلفه خالص. الدكتور بتعمل لك الحاجه اللي بشرتك محتاجاها، مش مجرد مراحل وخلاص. لا، انت بتعملي الحاجات اللي بشرتك فعلا محتاجاها، مش مجرد ان حد يقول لك هعمل لك خطوات كتير او خطوات قليله او حاجات كده. لا، هي بتقول لك بشرتك محتاجه ايه. اول حاجه عملتها لي وهي كشفت لي بالديرماسكوب على بشرتي، صدمت جدا من النتيجه. قلت لها ايه ده، كل الحاجات دي في بشرتي؟ شفت الحاجات اللي جوه بشرتي وكانت صعبه جدا. فعملت التنظيف البشره وفعلا بشرتي اختلفت جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى ان هتلاقوا هنا بقى هنشد الجلد وهنعمل حاجات حلوه جدا 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 في كل مرحله. في تنظيف البشرة هتشوفوه قدامكم هتحسوا ان بشرتي بتنور. هتلاقوا كده في اول الفيديو بشرتي كانت حاجة وبعد كده بشرتي عمالة تنور. كل الحاجات والجلد الميت وكل الاتربة بقى وكل الحاجات الدهون اللي كانت في المناخير، كل ده بيتشال وفجأة بتلاقي البشرة بتبقى فظيعة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان العروض اللي عندهم دي لازم تستغلوها. بكرة تقدروا ان انتوا تروحوا، عاملين ايفنت تحفة، فتقدروا ان انتوا تروحوا تحجزوا تعملوا بعد كده الخدمات بتاعتكم في اي وقت تاني، بس تلحقوا الخصومات اللي اكتر من 50% دي، علشان بجد مش هتلاقوا العروض دي عند حد. عنوان العيادة مصطفى كامل على الترام، برج الاشراف، برج رقم 4، الدور التاني. العنوان سهل جدا، وتقدروا كمان تحجزوا على الواتساب. هسيب لكم الارقام كمان وهسيب لكم اللينكات بتاعت العيادة وكل الحاجات دي. بصوا بقى هنا انا في الخطوات دي
انتي بتعملي حاجه قمر لبشرتك، وبتحسي بقى ان بشرتك بترتاح، وتحسي بقى ان تنظيف البشره ده دلع جدا جدا جدا. النتيجه هتشوفوها في اخر الفيديو، كانت مبهرة، ما كنتش متخيلة. هنا بقى كنا بنحط جل علشان هنعمل بعد كده خطوة تانية. عايزة اقول لكم في كل خطوة كنت بحس ان بشرتي بتختلف تماما. هنا كنا بنشد بقى الجلد. عايزة اقول لكم ان لما تعملي تنظيف البشرة مع حد متخصص ودكتورة بيكون احسن بكتير جدا ما تروحي عند اي حد وتعملي تنظيف بشرة ويحصل لك مشاكل في بشرتك. من الافضل ان انت حد يكون فاهم بشرتك محتاجة ايه ومش محتاجة ايه. هو مش مجرد ان انت بتعملي حاجات كتير وخلاص في بشرتك فتطلعي ان انت انا كده وشي حلو وخلاص. لا، ركزي ان دايما تكوني في عياده علشان ما يكونش مجرد ان هو بيوتي سنتر وخلاص. بصوا عايزه اقول لكم بجد بجد ما كنتش متخيله النتيجه. بشرتي كانت عماله تنور تنور تنور. بفكركم تاني ان بكره هيكون العروض فظيعه، هيكون يا جماعه عندهم حاجات كتير جدا فري، وهتقدري تكسبي حاجات فري كتير جدا، وهيكون في بقى سحب على حاجات وهدايا كتير. فلازم بكره كلكم تكونوا موجودين لو انتوا حابين تعملوا خدمات من الحلوه دي. وكمان الليزر يا جماعه عندهم في حته تانية خالص خالص. هنا بقى كان مرحله الدلع، خلاص بقى قربنا نخلص ونعمل دلوقتي مرحلة الماسك ده بيبقى حلو جدا جدا برضو للبشرة. انا متعودة جدا بحب الماسك ده جدا لما بعمل تنظيف بشرة. بعد كده بقى دلوقتي هنبدأ نحط السيرامات بتاعتنا وهنبدأ بقى نقفل. عايزة اقول لكم ان بجد بجد تنظيف البشرة عندهم كان مختلف تماما عن اي مكان عملت فيه قبل كده. يعني زي ما قلت لكم المتخصصين بيكون افضل بكتير، وهم عندهم كل الخدمات اللي بيقدموها في العيادة بيكون اللي بيعمل لك اطباء متخصصين، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هنا كنت خلاص هنام علشان بقى زي ما انتوا شايفين كده تنظيف البشرة بيحسسك كده ان انتي في حتة تانية خالص، وبدأتي بقى ان انتي خلاص بشرتك بقى بتنور، وبتعمل لك مساج كمان كده في بشرتك، فبتتبسطي جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان اي حد عنده مشكلة في بشرته كمان يقدر يعالجها في العيادة. عندهم ديرمابين، عندهم كل الحاجات اللي انت محتاجاها للبشرة، ده غير طبعا الليزر والعروض الفظيعة. الاربع جلسات عليهم 4 جلسات فري. هنا خلاص كنا بنحط الكريم الاخير وبنحط كمان الاي كريم علشان كده خلصنا. ودي كانت النتيجة مبهرة. بشرتي انتوا متخيلين كده من غير اي حاجة تماما، بشرتي كانت منورة وكنت مبسوطة جدا جدا من النتيجة. بجد بلوكير من احسن الاختيارات ان انت تروحي تعملي فيها كل الحاجات التجميلية. باي باي.